شايفين بقى الشكل عامل ازاي من جوه؟ بصوا اهو. يا رب تعجبكم، تعملوا زيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل سندوتش حلو جدا، ينفع للفطار، ينفع للعشاء، ينفع ممكن يعني غدا لو تعملي جنبه حاجه او عايزه بقى تريحوا المعده شويه ممكن تعملوه. قبل ما نبدا الوصفه هنذكر ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا راحه البال والستر ورضاك يا رب، اللهم امين امين امين، ليا وليكوا كل احبابنا ان شاء الله. هنحتاج ايه بقى في الوصفه دي؟ هنحتاج طماطمايه متقطعه، بصل، فلفل رومي، ممكن زيتون ومشروم، بس انا ما عنديش مشروم، وبسطرمه وملح وفلفل اسود، واللي هنرش على الوش حبه البركه وسمسم وجبنه موتزاريلا. والعجينه عملتها اهي وخمرت. عملتها ازاي؟ حطيت نص كيلو دقيق، جبت نص كيلو دقيق وحطيت عليه معلقه كبيره من الخميره ومعلقه لبن بودره. ده لو حابه يعني تحطي لبن بودره، بس بيدي طعم حلو وبيساعد على العجينه انها تكون غنيه. ومعلقه سكر ورشه ملح، وعجنتهم وسبتها لما خمرت كده. دلوقتي بقى نبتدي في العجينه في الوصفه. ونسيت اقول لكم بيض كمان علشان هنحطه على الوصفه دي، هيبقى طعمها يعني وصفه جميله جدا، هيبقى طعمها حلو قوي وغنيه ومفيده وصحيه وكل الخضروات فيها. هاخد بيضه واكسرها عشان كل ساندوتش هيبقى ليه يعني ليه الطبق بتاعه. انا مش هعملهم كلهم مع بعض، وهاخد من كل قبيلة واحد هاخد شوية آه، طماطم، وشوية فلفل رومي، وشوية بصل اخضر، وهحط بسطرمة عليها الكمية اللي انت عايزاها بقى. عايزة تحطي بسطرمة ممكن، ده اختياري برضو، وفلفل اسود، وهحط ملح. بس خلي بالك من الملح عشان لو انت هتحطي فلفل اسود انت هتحطي بسطرمه، فخلي بالك من الملح ما يكونش كتير لان البسطرمه اصلا حادقه. وهاخدهم اقلبهم وابتدي اعجن العجينه حلوه يعني. اهو. وفردت العجينه وهحط عليها بقى الخلطه اللي انا قلت لكم اللي احنا عملناها سوا دلوقتي مع بعض اهو. بس خلي بالك من البيض عشان ما يجريش مني. احط فيها طبعا الجبنه بقى كده عشان تمسك الخلطه. حبه جبنه كده حلوين، ونبتدي نقفلها. تقفليها كويس اهو. هعمل غيرها بقى كمان واحده، وبفرد العجينه اهو كمان اهو. دي تاني واحده. تفرديها كويس يعني متخليهاش تخينه، يعني خليها رقيقه شويه، مش رقيقه قوي برضو عشان ما تقطعش منك، يعني كده معقول عشان هي لسه ده ساندوتش مش بيتزا، عشان ما يكونش تخين كده ويبقى مش حلو. وحطيت الخلطه اهو في الطبق، اللي هي الجبنه الموتزاريلا والطماطم والبسطرمه والفلفل الرومي والبيضايه. وحطيت طبعا الفلفل الاسود والملح، ملح خفيف لو انت هتحطي بسطرمه. وهبتدي اقفل عليها تاني كده اهو. اقفلي كويس عشان الحاجه ما تخرجش منها. وهحطها في الصينيه مدهونه بالزيت او السمنه اللي يعجبك، وهرش عليها هدهن وشها، وببيض تدهني وشها، بلبن تدهني وشها، اللي يريحك يعني. ما تتعبيش نفسك وما تشقيش على نفسك. وهرش عليها بعد كده حبة البركة والسمسم.
اهو في كده بعد ما خلصتهم حطيتهم بقى في الصينيه، في دهنتهم بالبيض زي دول كده، في برضو دي دهنتها بالبيض وحطيت عليهم سمسم وحبه البركه. انا بحب حبه البركه قوي يا جماعه، بعشقها موت موت موت. ما عندكيش حبه البركه ما تشكيش على نفسك حلوه ما تشكيش دي. بصوا، ودي حطيت عليها قهوه من اللي هي سريعه الذوبان وشويه لبن، وهحط بقى كده على الوش شويه جبنه كده حلوه عشان تبقى جميله. شايفين كده اهو. يعني كده زوقي حاجتك وروقيها كده، خلي الحاجة تطلع جميلة. وهسيبهم بقى يخمروا شوية وبعد كده ادخلهم الفرن. لسه هزود بقى الجبنة عشان انا بس بصور فمش عارفة اتحكم فيها كويس. اهو شايفين شكلها عامل ازاي اهي. بصوا بقى الجمال بعد ما خرجت، شايفين؟ بصوا طرية ازاي اهي، بصوا اهي، شايفين اهي. سخنة سخنة جدا جدا. انا كل ما بعمل وصفة بوريها لكم وهي سخنة، فما بعرفش ان انا افتحها عشان اوريها لكم من جوه. وبصوا دي كمان شايفين عاملة ازاي من بره، بصوا شايفين حلاوتها. انا عايزه بقى اقول لكم الفطيره دي طعمها رائع رائع، جميله جدا. انا عايزاكم تجربوها وتعملوها. ممكن تعملوها سندوتش لو انتوا عندكم اطفال صغيرين ممكن تعملوها وهم رايحين المدرسة، ممكن في أي خروجة كده حلوة وانتوا خارجين تعملوها. حلوة جدا، جربوها ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم متنسوش اللايك والاشتراك والشير، ويبقى كتر خيركم. وألف هنا وشفا ليكم لما تعملوها. شكرا.